تعالوا نحول القلقاسه من المرحله دي للمرحله دي. اول حاجه قطعوا القلقاسه على الرخامه مش على قطاعه، واهتموا ان هي تكون نظيفه وناشفه جدا. الميه بتخرج الماده اللازجه في القلقاس وبتخلي صعب التحكم فيه. هكتب لكم تحت فوائد القلقاس اللي بنخسرها لما بنغسله الميه الدافيه. الافضل ان احنا نمسحه كويس جدا بفوطه ناشفه. قطعوا مكعبات بقى حجمها اقل من المتوسط شويه. لو عايزين تفرزوه بتحطوه زي ما هو كده في اكياس وعلى الفريزر على طول. تاني حاجه بنجيب السلق وبنشيله من العود وهو بيطلع بمنتهى السهوله بالشكل ده. هنغسل السلق كويس وسمنه بلدي كتير، بقى السلق بيعز السمنه قوي. ويمكن مرحله السلق دي هي اطول واصعب مرحله في القلقاس كله، وعشان احنا في البيت بنعز القلقاس قوي انا بعمل العمله دي تقريبا مره واحده بس في الشتاء. بجيب كميه سلق تكفيني للشتاء كله، ويمكن كمان تقعد معايا للسنه اللي بعدها، وبعملهم كلهم مره واحده. المهم ان السلق لما بينزل ميته وبيشربها ولونه يبدا يغمق بنزل عليه الكزبره والثوم. هكتب لكم المقادير بالظبط تحت في الكابشن. انا هنا مستخدمه 10 حزم سلق وحزمه كزبره وتقريبا راسين ثوم بلدي. عايزين نوصل لمرحله ان السلق يبقى لونه غامق جدا ونشف لدرجه انه بيعمل صوت زي صوت القرمشه كده. بستنيه ده شويه، ولازم في اليوم ده بكون محضره شوربه. اضربه في الكبه وافضل ازود له شوربه واحده واحده لحد ما يبقى عندي عامل زي المعجون كده، او هو شبه الحنه بصراحه. والمغرفه اللي انتوا شايفينها دي كفايه قوي ان هي تعمل كيلو من القلقاس. كده بعمل فاصل في الكيس عشان لما احب اعمل نص كيلو. وقت ما اعمل القلقاس بقى شوربه، واختاري حطوا عليها طماطميه مبشوره تغلي، احط عليها القلقاس اللي لسه مطلعاه حالا من الفريزر، اهدي النار واغطي عليه، هسيبه لحد ما يستوي خالص كده، تقريبا بيحتاج نص ساعه. احط عليه نص كيس السلق اللي انا حضرته معاكم وياخد غلوه لمده دقيقتين 3 تقريبا في بعضه، وكده احلى قلقاس للشتا يكون جاهز. وبس كده.